السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء عبر قناة باختصار نيوز. سيطرت مشاعر القلق على صعود نجل النجم سالم الدوسري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد تعرض والده لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام الرائد التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن للمحترفين. الإصابة وقعت في الدقيقة 70 من عمر المباراة عندما اصطدم الدوسري بقوة مع مدافع فريق الرائد. الحادث أدى إلى خروجه من الملعب متأثرا بالإصابة، مما أثار مشاعر القلق لدى جماهير الفريق ومحبي اللاعب خاصة عائلته، حيث ظهر نجله سعود متأثرا بشكل كبير برؤية والده في هذا الموقف الصعب. وعقب الإصابة تم نقل النجم سالم الدوسري إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية، حيث يخضع الآن للرعاية الطبية للتأكد من سلامته. ورغم هذه اللحظة الصعبة تمكن الهلال من تحقيق الفوز على الرائد بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة، ليرفع الفريق رصيده في جدول الترتيب ويواصل مشواره في الدوري.